جامعة قناة السويس بالإسماعيلية جامعة عريقة ولدت عملاقة. الكلية المصرية الصينية. الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية تم إنشائها عام 2018 على أثر تعاون دولي بين الحكومة المصرية متمثلة في جامعة قناة السويس والحكومة الصينية متمثلة في كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات، لتكون كلية على غرار كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات على الأراضي المصرية داخل جامعة قناة السويس. أنا سيمون، معيدة في الكلية المصرية الصينية قسم اتصالات. قبل لما أجي الكلية اشتغلت في هواوي كلاود كور بي اس حوالي سنة. بعد كده رجعت الكلية، حسيت إن هي يعني حلمي وفي نفس الوقت مكاني، ده اتس ماي هوم. بعد كده بدأنا احنا كلنا كمعيدين بنشتغل تقريبا على ميشن واحدة، بنحاول نساعد الطالب دايما ان هو يكتشف هو حابب انهي تراك، خصوصا ان كل قسم هو تراك، في اكتر من تراك بيدرسوا خلال كورسات مختلفة على مدار ال4 سنين. بلس الجامعة من أول دكتور ناصر رئيس الجامعة وعميد الكلية السابق اللي احنا بنفتخر جدا ان هو كان عميد كليتنا، ودكتور تامر نبيل عميد الكلية، ودكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بيحرصوا دايما على توفير فرص تدريب للطلاب سواء محلي في أكبر الشركات ليها علاقة بتخصصهم أو دولي خلال تدريب صيفي بيبقى موجود في الصين في جامعة الBITC. بس احنا كمعيدين بنشتغل على السكيلز بتاعتنا. دكتور تامر منصور وكيل الكليه الدراسات العليا حريص دايما ان هو يعقد سيمينار كل شهر عشان نعمل فيه شير للنولج، نعرف كل قسم شغال في انهي تراك بالظبط، ويعني نستفيد من خبرات بعض في مجال البحث العلمي. كمان الكليه بتوفر لنا اكسبيرينس مختلفه بيهايند الاكاديميك اكسبيرينس. يعني كنت من المحظوظين اللي سافروا مع الطلبه الصيف اللي فات الBITC، فده بيخلينا ان احنا نطور من اللغه بتاعتنا، بلس ان احنا نشوف كالتشر مختلفه. فالكليه على مستوى كل الجوانب هي متميزه جدا، فاداره الكليه دايما بتهتم بالمعيد من كل الجوانب، وده بيرفلكت مع الطلبه ان احنا دايما بنحاول نساعد الطلبه ان هم يكونوا متميزين وفعلا عارفين هم عايزين ايه في سوق العمل. أنا روضة فريد شوقي، رئيس اتحاد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية وخريجة الدفعة الرابعة من قسم تكنولوجيا الاتصالات. اختياري للدراسة في الكلية المصرية الصينية كان من أفضل الاختيارات، وده لأسباب كتير جدا. أهمها إن الدراسة في الكلية المصرية الصينية بتركز على مجالين من أهم المجالات المطلوبة في سوق العمل. أول مجال وهو المجال التكنولوجي، وده بيتمثل عندنا في الكلية في 3 أقسام، وهما تكنولوجيا الاتصالات، تكنولوجيا الإلكترونيات، وتكنولوجيا الميكاترونكس. دلوقتي كل حاجة حوالينا بقت ديجيتال، من أول الموبايل اللي في إيدينا لحد المصانع الكبيرة، فدراسة التكنولوجيا بقت ضرورة لكل واحد عايز يلاقي فرصة كويسة في سوق العمل. وكمان بتزيد أهميتها خصوصا في ظل التحول الرقمي اللي بتتجه ليه الدولة بكل قوتها في الوقت الحالي. تاني مجال هو دراسة اللغة الصينية. دلوقتي الصين بقت قوة اقتصادية عالمية ليها تأثير في كل مكان في العالم، وكمان الاستثمارات الصينية هنا في مصر في تزايد مستمر. كل ده خلى فرص شغل اللغة الصينية متوفرة بشكل كبير جدا وغير محدودة سواء جوه مصر أو بره مصر. وكمان من المميزات اللي في الكلية المصرية الصينية هو أن نسبة الدراسة العملية عندنا بتوصل من 60 ل 70% من إجمالي نسبة الدراسة، وده طبعا خلانا مؤهلين أكتر بكتير لسوق العمل. واللي زود ده كمان بشكل ملحوظ هو أننا بنتدرب على أحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية واللي وصلت لنا مؤخرا كدعم من الصين. كل ده خلانا مؤهلين بقوة لسوق العمل وفاهمين وعارفين إيه اللي مطلوب مننا بالظبط، وجاهزين نبدأ شغلنا بثقة ومهارة. من الحاجات التانية اللي بتميز الكلية هو اننا بنتخرج معانا شهادتين، شهادة من جامعة قناة السويس في مصر وشهادة من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات. شكرا جدا. سلام، اسمي سارة، كنت طالبة في مدرسة محرقة ثانوية بنات في البحرين، والحين في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية فرقة ثانية ميكاترونكس. لما جات مصر كنت محددة هدفي إني أبي أكمل مجالي في الابتكار، بما إني كنت أتعلم شوي في الروبوتكس في مدرستي. ومن بين الكليات اللي شفتها لفتت انتباهي الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية. حسيت إن فيها كل شيء كنت أبيه، قلت ليش لا، خلنا نجرب شيء جديد ومختلف ومتطور وتناسب شغفي ومجالي.
في أول يوم رحت فيه الكلية حسيت إن صدق هالمكان مكاني، وإن في وايد ناس نفسي بنفس شغفي وقدرنا نشجع بعض إن احنا نكمل في هالمجال. حسيت إن الكلية مجهزتنا من معامل لأجهزة لدكاترة كلهم موجودين، إن مو بس يعلمونا محاضرات، لا قاعدين نتعلم عملي لسوق العمل ونتجهز لين نتخرج نصير شيء في المستقبل ونعرف إن احنا نفيد المجتمع. وأنا صدق فخورة إني طالبة هني، فخورة إن مصر فيها مكان بهالمستوى، وأنصح أي أحد مهتم بهالمجال إنه يفكر في هالكلية لأن صدق تغير نظرته المستقبل. مرحبا، كيفكم؟ أنا ملك هارون، جيت من مدرسة عين جالوت الثانوية بالأردن، حاليا طالبة بقسم تكنولوجيا الإلكترونيات بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس. بدعو كل الطلاب الأردنيين والعرب لو ميلوا من التكنولوجيا الكهرباء والروبوتكس وهاي الشغلات لدراسة هذا التخصص. كليتنا اختياري كثير ممتاز، هون رح تتعلم من دكاترة على مستوى عالي، كمان عندنا الورش والمعامل مجهزة بأحدث الأجهزة. كمان في تعاون كبير من كليات صينية قوية جدا بتوفر لنا فرص تدريب وسفر للصين. ومثل ما حكيت لكم أنا بقسم تكنولوجيا الإلكترونيات، وهذا بوفر لنا فرص عمل كبيرة. كمان هون بالكلية كل اللي بندرسه بهذا التخصص بنطبقه عملي، مو بس مجرد نظري. واللي بميز القسم كمان هو انه بنتعلم على مشاريع حقيقيه وبنشارك في مسابقات ومؤتمرات، هذا بتوفر لنا فرص كبيره سواء جوا مصر او برا.